النهارده هنتكلم يا جماعه اللي انت ازاي تراعي الجراوي اللي بتاعت النتايه من عمر ساعات، مش من عمر يوم. ازاي اللي انت تراعي الجراوي بتاعتك اللي طلعت من النتايه من عمر اول ساعه بعد الولاده. كل ده هنتكلم عنه النهارده، اللي انت ازاي تهتم بالجراوي بتاعتك والجراوي بتاعت النتايه من عمر ساعات. طبعا سوسكا الحمد لله بفضل ربنا ولدت وخلصت ولاده وجابت لنا مجموعه جراوي كويسه. ان شاء الله وبامر الله هنفككم النهارده بمعلومات كويسه جدا، بس تابعونا. لو انت اول مره تشوفني النهارده، انا ابو مصطفى صاحب قناه فيروس كلاب القاره، تدريب وعلاج لجميع الكلاب. ويا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت واحد كله جديد، ويا ريت ترجع الفيديوهات القديمه هتستفاد منها كتير. ما تفوتش الفيديو لان الفيديو مهم جدا عن الرعايه والاهتمام بالجراوي من عمر ساعات. ويلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغاة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا يا جماعة رمضان كريم عليكم، وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام رمضان بتبقى جميلة جدا وكويسة جدا. وطبعا بقى الحمد لله بفضل ربنا سوسكا الحمد لله بفضل ربنا قامت بالسلامه وخلصت الجراوي، واديت انا بقى ايه شويه شوربه كده بالعظم ومش عارف ايه ورطبت عليها. النهارده بقى هنتكلم عن الاهتمام والرعايه للجراوي من عمر ساعات، وكل حاجه قدامك وقدام الكاميرا. يعني مش بنتكلم نظري، لا ده نظري وعملي. كل حاجه قدام الكاميرا، وخاصه الناس اللي بتفتي تقول لك بقى ايه ابعد عن اللبن خالي من اللاكتوز والزبادي خالي من اللاكتوز وخالي مش عارف ايه. قول له كان على جنب، ده ابو مصطفى هيعلمك النهارده شويه حاجات. وفي ناس برضو معلش من دمنهور كانوا متابعيني بدون ذكر اسماء، تمام. وكنت انا قايل لهم ان انتوا تهتموا بالجراوي من عمر اول ساعه، لان كانت النتايه عندهم غشيمه ومش عارفه ترضعهم. قلت لهم وعرضت عليهم ان انتوا تهتموا بالجراوي من عمر ساعات بزبادي ولبن مش عارف. قال لك لا ده ما ينفعش كده. قلت لهم يا جماعه انا بعمل كده ودي ثقافتي، وكل حاجه هيكون قدام الكاميرا. يعني برضو ايه يا ريت الفيديو يكون ايه وصل لهم ويكون سامعيني، يعني لان الحمد لله بفضل ربنا لما نيجي نقول حاجه او بنعمل حاجه بنعملها في كلابنا وفي جراوينا وحياتنا، ما بنقولش كده نجرب في ايه كلاب الناس. طيب لو انت عندك نتايه ولسه والده الفيديو ده بتاعك. لو انت عندك نتايه وداخله على ولاده الفيديو ده بتاعك. لو انت عندك نتايه لسه هتتجوز وداخله برضه هتبقى ان شاء الله مرة حامل الفيديو ده بتاعك، هيهمك جدا. ولو انت عندك نتايه لا قدر الله خلفت وماتت، زي برضه في اخ برضه كلمني وقال لي اعمل ايه، الفيديو ده يكون من نصيبك. طيب انا عندي الحمد لله بفضل ربنا سوسكا الله اكبر عليها، على فكره من النتايات اللي بتحضن كويس، لان هي بتحبني قوي معايا، تمام. والحمد لله كنت انا قلقان عليها لان طبعا معاناه كبيره جدا، بس مش وقت اللي احنا هنتكلم فيه. احنا وقتنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن الاهتمام والرعايه من الجراوي. وانت طبعا عندك مجموعه جراوي. طبعا الحلمات عندنا بيبقوا 10 حلمات، في 5 فوق و5 تحت. طبعا الكلب الله اكبر جايبه عدد كويس محترم، يعني يعتبر اقل من الحلمات بواحد او اتنين، تمام. طيب المجموعه دي مجموعه الجراوي دي الله اكبر كله يسمي الله كده، عاوزين نهتم بيهم بمجموعه الجراوي دي، تمام كده يا جماعه. عاوزين نهتم بمجموعه الجراوي دي كده يا جماعه ونطلعهم اعداد مهوله. عاوزين نطلع مجموعه الجراوي دي، تمام، اللي هي جايباهم كلهم احجام واحده، لان طبعا عدد الحلمات مش هو عدد الجراوي، تمام. طبعا لما يبقى مجموعه الجراوي دي بترضع مره واحده كده زي ما انتم شايفين، هيكون عدد الحلمات تمام اكتر من عدد الجراوي، اي نعم، بس لما مش هيرضعوا كلهم مع بعض، يعني المجموعه كلها مش هترضع مع بعض. وفي نفس الوقت عايزين نطلع جرو محترم. طب الفكره دي هتطبقها من اول ساعات، ما تقلقش خالص، ويبقى قدامك على الكاميرا وكل حاجه ان شاء الله امر الله يبقى قدامك. حابب تطبق الفكره دي والثقافه بتاعتنا دي على راسنا، مش حابب برضه دي حاجه بتاعتك انت، تمام. في البدايه كده سمي الله وصلي على حبيبك رسول الله، تمام. ولو انت من الاخوه الاقباط مجد سيدك. هنجيب زبادي، تمام، بس بقى يا سوسكا عيب، هنجيب زبادي طبيعي. اي شركات طبيعي. عاوز تجيب زبادي اللي هو البلدي برضه مفيش فيها مشكله. اي شركات زبادي طبيعي بدون سكر او بدون اي نكهات،
تمام. هتجيب العلبه زي كده، والرايب اللي عليها ده او الخميره اللي عليها دي، تمام، ده هتصفيه برضو زي ما هو. تمام كده يا جماعه. بس بقى سوسكه عيب عادي، اللي هو الشرش اللي عليها ده، بس يا سوسكه عيب عادي. وهنجيب حاجه اسمها اكياس لبن بخيره. عاوز تجيب لبن بخيره ماشي كامل الدسم، عاوز تجيب لبن اللي هو الجاموسي او البقري او الماعز، جيب اللي انت عايزه. تمام. انا بنودي لك الفكره وجيب اللي انت عايزه. جبت علبه زبادي زي ما انتم شايفين كده، وقلبتها وبحط عليها بمقدار مثلا علبه برضو زبادي من اللبن. بشرب شويه لبن انا اهو، ده لبن بخيره كامل الدسم، كل حاجه قدام الكاميرا كامل الدسم. وبقلب كويس جدا عشان المزج او الخليط ده يتمزج مع بعضه. تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. عاوزك تجيب على الخليط ده معلقه نشا، انا مش متوفر عندي دلوقتي نشا، بس عاوزك تجيب على الخليط ده معلقه من النشا وتقلب. تمام اهو، بتقلب كويس لحد ما الخليط يبقى كتله واحده اهو زي ما انت شايف كده اهو. بتقلب كويس جدا، ما تستعجلش علشان الشرش والزبادي اللي هم كانوا موجودين مع اللبن يتمزج مع بعضه ويبقى كله كتله واحده اهو زي ما انتم شايفين اهو الخليط اهو. تمام كده يا جماعه، كل حاجه قدام الكاميرا. تقلب كويس جدا. هتعمل الموضوع ده مره الصبح ومره بالليل، مره الصبح ومره بالليل زي ما انت شفت اهو. ده من عمر ساعات. طب لحد امتى؟ لحد عمر 15 يوم. معاك ل 15 يوم هتعمل مره الصبح ومره بالليل. ده كده باذنك يا رب هيخلي عمر الجرو بدل ما هو يوم هيديله عمر يومين. وبجيب سرنجه 5 سم وبمسك جرو واديله اي جرو. هم بياكلوا، هم مش محتاجين ده، بس انا بزود الكتله الجسمانيه للجرو اهو. وبلقمله بالراحه خالص اهو، بلقمله بالراحه خالص، سنه ما استعجلش. كل حاجه قدامك اهو قدام الكاميرا، سنه مش اللي انا بضغط على الجرو واقوم ضاغط على سن اهو. بالراحه خالص بمسك الجرو من دماغه. تمام. والقمله سنه سرنجه 5 سم، ممكن ياخد منها 2 سم بس، ممكن ياخد منها 3 سم، ممكن ياخدها كلها، ممكن ياخد منها سنتي على حسب ما هيقدر يقبل منك. بالراحه هو كده اصلا اي جرو او اي كلمه ما بيحبش ياخد حاجه ببقه. يعني انت برضو ايه بدماغك وبالراحه عشان ما تشرقوش، ما تخليش الجرو يبقى شرقان اهو زي ما انت شايف كده اهو. هو دلوقتي لحد دلوقتي واخد سنتي اهو. بديله واحده لقط، بص سنه. يا ريت الكاميرا تكون واضحه اهو. سنه اهو. والسن السرنجه يكون ليها بسبوس مش اللي هي القلاووز، بحيث اللي هي تكون سهله عليه زي الرضعه كده، زي الايه الببرونه. تمام كده يا جماعه اهو. هتعمل الموضوع ده مره الصبح ومره بالليل بالراحه خالص، ما تضغطش على الجر. ده من عمر ساعه، من عمر انتهاء الولاده. خلاص هم رضعوا منها السرسوب اول ساعتين 3، ببتدي اللي انا خلاص بمشط الجراوي اهو بلبن بقى خارجي، ولا بقى خالي من اللاكتوز ولا خالي من البامبرز ولا الكلام اللي احنا ايه بنسمعه ويقول لك ده لازم ومش لازم وحكايه وروايه. لا، قول له لازم، ده مش هينفع عندنا. تمام اهو. واحده خالص، ما تستعجلش على الجرو. ما تقولش ايه ده انا اضغط مره واحده واديله، لا ما تستعجلش على الجر. واحده هيقبل منك كل حاجه. الجر هيقبل منك كل حاجه ان شاء الله، بس بالعقل. مره الصبح ومره بالليل، مره الصبح ومره بالليل. تمام. تديله على قد ما هو يكفى. عاوز تديله 3 مرات في اليوم الوجبه دي مفيش فيها اي مشكله.
احنا بندي مع لبن الام. طيب لو انا عندي النتايه خلفت ولا قدر الله ماتت، امشي على النظام اللي انا عملته ده 5-6 مرات في اليوم. امشي على النظام اللي انا عملته ده 5-6 مرات في اليوم. تمام. وبرده في تركه انا هعملها لكم دلوقتي اهو، كل ده لاصحاب الجراوي او النتايه اللي هي خلفت اهو. الفيديو ده كويس جدا، بس يا جماعه بقى ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل عشان الفيديو ينتشر ويبقى زي ما انت استفدت تفيد الجميع. اهو بالراحه خالص، ما تستعجلش ما تستعجلش ما تستعجلش. زي ما انت شايف اهو الجرو خدها، هياخد مني اهو خلاص، فاضل له حاجات بسيطه وياخد 5 سم. بالراحه بالراحه خالص اهو زي ما انتم شايفين، ما بستعجلش. تمام. اهو ادي الجرو اهو زي ما انتم شايفين وشبع الله اكبر، وبديه للام تلحس له الزبادي والحاجات اللي فيه اللي هي وقعت منه مثلا غصب عني او غصب عن الجرو اهو. يبقى انا بنضفه تاني اهو خلاص كده اهو، بحطه على جنب، اجيب غيره، اجيب واحد بداله اهو، واحد بداله اهو. كل جرو بديله 5 سم اهو، بلقم له على جنب البق، بمسك الجنب بمسك الدماغ وافتح بقه وبلقم له بالراحه اهو. في جرو ممكن ما يقبلش اللي هو ياكل، واحده واحده اصبر عليه. ليه؟ لان ده طبعا بقاله لسه ساعات وهو طبعا متعود اهو. ده بيفرفر عاوز ايه؟ لا بيقول لك انا ما تدينيش، لا هديلك. ليه؟ واحده 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 اهو. برجع اوقعه مثلا اسيبه على الارض وافتح جنب بقه تاني بسن السرنجه اللي هو البسبوس البلاستيك واديله واحده واحده. بقول له لا يا باشا ده اكلك وده شربك اتعود. ببتدي هنا من عمر ساعه اخلي الجرو تحت طوعي، من عمر ساعه بخلي الجرو المولود تحت طوعي انا، لان انا القائد اه. واحد الناس تانية تقول لك ده لسه جرو ما يعرفش حاجه، ده ما هو ما يعرفش حاجه، بس الاحاسيس والحاجات دي ما دام انا عندي القدره والغلبه اللي انا اعرف اربي وعاوز اطلع انتاج كويس، هو ده الانتاج الكويس. لان الانتاج يا جماعه ليه ناسه، مش اي حد ينتج، كلها بتنتج، بس الاهتمام بالرعايه والاهتمام بالجرو من صغره من عمر ساعه بيبقى كويس جدا جدا جدا. وطبعا ربنا يبارك للجميع في حاجاتكم ان شاء الله بامر الله طبعا. وانا عن يدكم انا ما بخلش باي معلومه او باي حاجه، وبعمل كل حاجه قدام الكاميرا. وزي ما قلت لحضراتكم ده يا ريت الناس بتوع دمنهور اللي هم كلموني وقالوا لي النتايه عندنا ولدت بس مش عارفين نرضعها الجراوه بتاعتها ومش عارف ايه، وكان نتايه غشيمه وايه وايه وايه. قلت لهم اشتغلوا بالزبادي واللبن من عمر ساعات. طبعا قالوا لك لا ده المفروض ده كده غلط مش عارف. قلت لهم يا جماعه انا بشتغل بكده. وعلى فكره من ساعتها ما حدش كلمني تاني، كانوا هم بيكلموني كل شويه يعني من ساعتها، وانا بقيتش ارد عليهم علشان طبعا اللي ما بيقدرش ثقافتي وما بيقدرش فكري يبقى ملوش تقدير عندي. تمام. لان ما دام بتشكك في قدراتنا وافكارنا يبقى خلاص اتعامل مع الناس بقى اللي هي ليها افكار صحيحه. ولا انا كده غلطان يا جماعه؟ كل حاجه قدام الكاميرا، حابب تطبع وحابب تستفاد على راسنا من فوق، مش حابب تستفاد يبقى انت اسلك لك مجال بقى بعيد عني. ولا انا كده غلطان يا جماعه؟ ليه؟ لان انا بعمل كل حاجه قدامك، ما بعملش حاجه من وراك. وهدفنا مش الشو ولا ربح فلوس ولا دولارات ولا قناه ولا اي حاجه، لا احنا هدفنا القناه تنتشر علشان المعلومه الصحيحه تنتشر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، جرو بياكل اهو، خد ال5 سم بتوعه بالراحه، بالرغم ان هو كان ايه يا جماعه في الاول ما كانش حابب اللي هو ياكل اهو. وبديله امه اهو، كل اهو بقى 100 100. وبديله امه اهو، هتلحس فيه اهو، وبركنه على جنب. اجيب التالت اهو. ده الاكل ده بيخلي الجراوي كلها ان شاء الله بامر الله تبقى مستوى واحد، ما يبقاش في حاجه عندك. اي نعم بيبقى في طفرات بس مش هيكون مختلف كتير جدا عن بقيه الجراوي. في طبعا اللي بينزل الاول غير اللي بينزل الثاني غير اللي بينزل كده وهكذا. وطبعا في جراوي بتشبع
بسرعه. في جرو مثلا ما بيقدرش اللي هو ياكل مع الجراوي على طول من صدر الام، يبقى كده اصبح في جراوي بتاخد خير الام اكتر من الجرو التاني. طبعا المرحله اللي احنا بنعملها دي بنعادل النسبه والتناسب، بنعادل مستوى اكل الجراوي كلها مره واحده. ليه؟ لان ده بياخد 5 سم، الجرو التاني هياخد 5 سم، ده هياخد 10 سم يبقى الجرو التالت هياخد كده وهكذا. بنعدل الكفه في التغذيه، احنا اللي بنقدر نتحكم في تعديل التغذيه. ومن هنا بقى بيبتدي الاحجام تطلع لك كويسه. مفيش جرو عن التاني يفرق كتير قوي غير لما انت تسيبهم كده مع الام والكلام ده كله. دي حاجه. الحاجه التانيه لما نوصل بقى عمر 15 يوم في قصه تانيه خالص هنشتغل عليها. مجرد بس اول 15 يوم يخلصوا ان شاء الله وبامر الله هنقول لكم هنعمل ايه. طيب بالراحه، انا كده اهو بالراحه بالراحه خالص. وده لبن زي ما احنا قلنا، لبن بخيره، ولا بقى خالي من لاكتوز ولا خالي من البهاريز ولا الكلام الفاضي ده كله. بس عيب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا بقى انا هكمل بقيه الاكل للجراوي بس عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم. كده المعلومه وصلت لحضراتكم تمام اهو. كده المعلومه وصلت لحضراتكم احنا بنعمل ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى ما تبخلوش علينا بالاشتراك. بس عيب ما تبخلوش علينا بقى بالاشتراك. بس عيب يا سوسكا، بس يا سوسكا عيب. ما تبخلوش بقى علينا بالاشتراك يا جماعه. ده كده اخر جرو اهو، مش اخر جرو في الخلفه، يعني اخر جرو اللي احنا هنعمله قدامكم. ودعواتكم بقى معانا ورمضان كريم عليكم. ويا ريت لو انت اول مره تشوفني النهارده ترجع الفيديوهات القديمه، هتستفاد منها كتير جدا. لان الحمد لله بفضل ربنا عندك مجموعه فيديوهات علاجيه وتدريبات، حاجات كويسه جدا اهو. هتتجروا بيبتدي اللي هو يقول لك لا انا مش عايز اكل، لا هتاكل. ليه؟ لان احنا طبعا بنعلمه اللي هو ياكل ويبقى كويس ويبقى احسن وكده. ان شاء الله بامر الله الخير جاي لنا وللجميع. ولو اي حد عاوز اي حاجه انا تحت امره في اي وقت. رقم التليفون 010 22 41 او اكتب لي في التعليقات او تواصل معايا واتساب، تحت امر الجميع. ويا ريت يا جماعه اللي بيعوزني وانا مثلا كنسلت عليك بقى، بكون مثلا في الجامع، بكون في الشغل، بكون هنا وهنا، ما تقعدش ترن. تاكد ان ان شاء الله امر الله وشفت رقمك وانا ما ردتش عليك هرجع اتصل بيك، او ابعت لي على الواتس مشكلتك هتلاقيني ببعت لك. تمام كده يا جماعه. واكتب لي في التعليقات السؤال اللي انت عايزه برضه هتلاقيه متجاوب عليه. تمام. لو هو محتاج حلقه كامله هنقول لك انتظر الرد في الحلقه. تمام كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين كل حاجه على عينيا يا تاجر. زبادي ولبن ومعلقه نشا ده الخليط بتاعنا او الاكل بتاع الجراوي من عمر ساعات. تمام. عاوز تطبق ده للجراوي اللي عندك طبق. لو انت عندك نتايه لا قدر الله خلفت وماتت زي الناس اللي اتصلوا بينا، طبق المعلومه دي يا باشا كويس جدا لحد عمر 15 يوم. تمام كده يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.